السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهارده بقى نعمل مع بعض شوية بطاطا كده. معانا حطيت هنا ورقة مبلولة مية، والبطاطا بتاعتي بقى مغسولة وزي الفل. ابدأ بقى ارصها بالشكل ده في الحلة كده. تمام. انا هنا يا بنات نقلتها في حلة تانية بالشكل ده كده. تمام. هنزل بيها بقى ايه 3 معالق سكر عليها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني السكر ده على حسب برضو، يعني ايه ما انت بتحبي الحاجة مسكرة او عادية. تمام كده. دي بقى احلى بقى من انك انت تشتريها تشويها في الفرن. دي جميلة اوي، بتتعمل معاكي بسرعة والولاد بيحبوها يعني اكتر كمان. وحطيت عليها هنا ورقة مبلولة واغطيها، وطي عليها النار واسيبها بقى مع نفسها كده تاخد وتدي مع بعض. وصلت معايا لحد هنا، متنسينيش بقى في لايك وكومنت حلو منك. يا احلى متابعين. كده بقى يا بنات البطاطا بتاعتنا بسم الله ما شاء الله طلعتها، طلع معانا هنا ايه ما شاء الله عليها. ناخد اللي هي ايه مستويه قوي دي، استوت مفيش. نبدأ بقى نفتحها بالشكل ده كده ان شاء الله. اللهم بارك، جميلة ومستوية وما اخدتش معانا اي وقت. معانا بقى ايه العسل المكرمل، السكر، وكان محطوط عليها تكرمل في الحلة من تحت. نبدأ بقى ايه نرش بقى عليها كده، يديها طعم حلو قوي. وعملنا معاكم بطاطا ما خدتش وقت مننا ما شاء الله عليها. طالعة حلوة قوي وطعمها حلو ومستوية، وشربت بقى من السكر المكرمل دوت. عايزه اقول لكم طعمها خرافه. كده بقى يا بنات الفيديو بتاعنا خلص. يا رب بقى يكون عجبكم ويعجبكم باذن الله. متنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه. بحبكم في الله، احلى متابعين.